حصيلة الأسبوع الأول للمرحلة الثانية من عملية الإنسانية والأمن مخيم الهول. إلى الإعلام والرأي العام أن محاولات داعش إحياء وتنظيم نفسه ليعود ويهدد الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي وتغيير شكل عملياته الأمنية من فعاليات الخلايا النائمة والاستطلاع إلى الظهور الفعال والعمليات الكبيرة النشطة، وهذا ما تبين خلال الهجوم على سجن الصناعة بالحسكة، وبعد ذلك محاولا الاستفادة من العديد من الظروف وخاصة الانتشار المكثف والتمركز الفعلي لداعش في البادية السورية والحدود العراقية، وكذلك التسهيلات والدعم الذي يوفره الاحتلال التركي لمتزعمي خلايا داعش النائمة الذين يقيمون ضمن مناطق المحتلة والاستهدافات المتكررة لمناطقنا والذي انشغلت قواتنا بها خلال الفترة الماضية. إن واجباتنا الأمنية والإنسانية والأخلاقية تجاه أهلنا وشعبنا وقاطني مخيم الهول الذين يعتبرون ضحايا لفكر داعش المتطرف الذي يحاول استجرارهم إليه وتنظيمهم فيه، وخاصة الأطفال، وتهديد أمن واستقرار وحياة جل قاطني المخيم ممن لا يتبعون هذا الفكر المتطرف. دفعتنا كقوى الأمن الداخلي وبمساندة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي أن نطلق حملة الإنسانية والأمن في مرحلتها الأولى خلال العام المنصرم، واستكمال العملية بمرحلتها الثانية في 25 من شهر أغسطس آب المنصرم. ونحن نواصل الآن بعد أسبوع كامل من انطلاق عملية الإنسانية والأمن في مرحلتها الثانية التي تسير حسب الخطة التي تم وضعها. لنعرض إليكم إحصائية الأسبوع وهي كالتالي: تم تمشيط أكثر من 50% من المخيم، وألقي القبض على 121 شخص متورط بانتمائهم لتنظيم داعش، من ضمنهم 15 امرأة. كما عثرت قواتنا على 16 نفق وخندق يستخدمها عناصر الخلايا للتخفي أو الفرار من المخيم، والكثير من مستلزمات حفر الخنادق والأنفاق، إضافة لإزالة 119 خيمة كانت تستخدم كأماكن تدريب ومحاكم شرعية للتعذيب والقتل. كما وتم ضبط 48 من الهواتف النقالة وأجهزة الأجهزة اللوحية الذكية وحاسب محمول وحافظة ملفات هارد عدد 2، خاصة بتواصل الخلايا مع بعضهم البعض. هذا وقد عثرت قواتنا على ذخيرة سلاح M16 ولباس عسكري يحمل شارات عسكرية للجيش التركي وعلم تركي عليها. كما أظهرت نتائج التحقيق الأولي مع أغلب الموقوفين على الارتباط الوثيق والتنسيق المباشر مع الخلايا النائمة خارج المخيم، وخاصة المناطق المحتلة المدعومة من قبل الاستخبارات التركية، وكذلك البادية السورية والحدود العراقية، أن الكمية الهائلة لأجهزة التعذيب والقتل التي عثرت عليها قواتنا خلال العملية، والتي كانت خلايا التنظيم الإرهابي تستخدمها في عملياتها الترهيبية بحق قاطني المخيم، وكذلك الأوكار التي كانت تستخدم لمحاكمة الضحايا ومن ثم قتلهم بطرق وحشية، تؤكد إصرار تلك الخلايا مواصلة نهج داعش الإجرامي وتشكيل الصدمة والخوف للقاطنين للانصياع لأوامرهم والانضمام لعملياتهم الإرهابية. كما أن أماكن التدريب الشرعية التي كانت تتولى إعداد أجيال لداعش بناء على الفكر الإجرامي المعروف عن التنظيم، أن المرحلة
الثانية من عملية الإنسانية والأمن مستمرة حتى تحقيق النتائج والأهداف التي تم وضعها من خلال تأمين حياة قاطني المخيم وتجفيف الظروف التي تساعد خلايا داعش على تنظيم نفسها ونشر الفكر المتطرف بين عقول الأطفال ضمن المخيم. قواتنا تلتزم التزاما كامل بمواصلة تسهيل تقديم المساعدات الإغاثية والطبية واللوجستية لكافة قاطني المخيم خلال العملية المستمرة، وكذلك مواصلة البحث عن خلايا داعش بما يتوافق مع قوانين ومبادئ حقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس فإننا ندعو مرة أخرى المنظمات الدولية والمحلية بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي والنفسي لقاطني المخيم. القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي شمال وشرق سوريا 1/9/2022.